العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. وزير خارجية الصين يزور البلاد. مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 18. إصابة 65 مواطن بفيروس كورونا اليوم. القوى الخمسة الكبرى في مجلس الأمن تتعهد بمنع انتشار الأسلحة الذرية. الرئيس الإيراني يتعهد بالانتقام لسليماني ما لم يحاكم ترامب عن اغتياله. زلزال قوي قبالة ساحل تايوان الشرقي. مرحبا بكم. وصل أسمر مساء اليوم وزير الخارجية الصيني وانغ يو في زيارة للبلاد تستغرق يومان، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني غبرآب ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس غبرهيوت. وسيلتقي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته للبلاد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والرئيس إسياس أفورقي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان وفد إريتريا عالي المستوى قد التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يو خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي في العاصمة السنغالية داكار، وبحث الدفع بالتعاون في كل جوانب العلاقات الإريترية الصينية. عقد مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعه الدوري 18 يوم 30 من ديسمبر المنصرم في مدينة عصب. وقال رئيس المجلس السيد علي نور علي في الاجتماع إن الأنشطة المنفذة العام الماضي كانت محدودة جراء إجراءات مكافحة وباء كورونا، داعيا مشاركة أعضاء المجلس وجميع مؤسسات الحكومة والجبهة لدعم جهود الاتحاد الوطني للمرأة لمحاربة عادة ختان الإناث وزواج القاصرات. وأشارت التقارير المقدمة في الاجتماع من جميع الجهات إلى إيجاد الحل لنقص المعلمين في بعض المواد وتسجيل انخفاض في وفيات الأمهات والأطفال نتيجة برامج المتابعة الصحية والتطعيم وتنفيذ أعمال مرضية بحملة التنمية الخضراء. وبعد تناول التقرير بالبحث والنقاش، أوصى الاجتماع لتعزيز دور المجتمع والجهات المؤثرة لرفع المشاركة في التعليم خاصة المرأة وتشجيع المشاركة الشعبية ومواصلة منظمة مساعدة أسر الشهداء والدفع بأنشطة الثقافة والرياضة. وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في ختام الاجتماع فرص وتحديات المرحلة الجديدة، داعيا أعضاء المجلس للعمال الجاد لارتباطهم بالشعب. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة والقاش بركة قد أظهرت إصابة 65 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 44 إصابة في الأقليم الأوسط، 11 منها في مركز العزل و33 في مراكز الفحص، وهم 3 من وسط المدينة و3 من سنبل، و3 مصابين قادمين من دكمحري، واثنتان من كل من ترافولو وقحوطة وميتمناي وغزاباندا، وواحد من كل من قولا وعداق حموس وبريخ وعد قعداد وكداب عور ومندفرة وعد خالة وسنتا أتوتو وأبشاول وعمتي وعد نفاس وتتأرات ومعسكر دندن و4 أسمرة وعد أبيتو وقجرت و10 إصابات في مراكز الفحص في الأقليم الجنوبي، وكذلك 9 إصابات في أقليم عنسبة وإصابتان في أقليم القاش بركة. في غضون ذلك شوفي 35 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الأقليم الأوسط
والوسط وعنسب والجنوبي. وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 86 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8128، شفي منهم 7819 وتوفي 77 مريضا، فيما لا يزال 232 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 4 يناير 2022. تنبيه من وزارة الصحة توخيا من إجراءات إغلاق صارمة. لقد تم الإشارة في تصريح سابق أن جائحة المتحور الجديد أوميكرون كوفيد-19 تنتشر بوتيرة سريعة في الفصل البارد في النصف الشمالي للكرة الأرضية وعلى المستوى العالمي. وتبين التقارير الواردة حتى اليوم بأن الإصابات بكورونا في أمريكا بلغت أكثر من 300 ألف يوميا لتسجل العدد القياسي، ويصاب في دول أوروبا يوميا من 120 ألف إلى 200 ألف يوميا، لتزداد الإصابات على المستوى العالمي 10 مليون إصابة في غضون أسبوع لتصل إلى 290 مليون إصابة عموما، مما يشير ذلك خطورة الفيروس وانتشاره الكبير. يمكن القول أن انتشار وباء كورونا في البلاد كان متدنيا نسبيا مقارنة مع المعايير العالمية والإقليمية نتيجة الإجراءات المكافحة التي جرت مع مصاعبها الاقتصادية والاجتماعية، حيث توجد الإصابات بفيروس كورونا أقل من 8100 إصابة. وبالرغم من ذلك، ومع هذا الاستفحال العالمي والفصل البارد إضافة إلى المناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتفل بها هذه الأشهر، توجد إمكانية كبيرة مقلقة لانتشار مستفحل وباء كورونا. وفي ظل هكذا وضع، من الضرورة تنفيذ كامل وجاد لإجراءات المكافحة المعلنة مسبقا في مناسبات الزواج والقبر والأحزان والأعياد الدينية. ولهذا يمنع إقامة الخيام واستخدام وتأجير القاعات، على أن تكون كافة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية بعدد قليل جدا، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للمكافحة. يجب القيام بالتباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي وتعقيم الأدوات، استخدام الكمامات في المدن والبلدات في جميع الأنشطة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المؤسسات الخدمية وخدمات المواصلات، وتوفير مواد النظافة المطهرة. يتطلب من المواطنين والمؤسسات الالتزام الكامل والجاد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، تجنبا لحالة الهلع التي تشهدها الكثير من دول العالم، وإعادة الإغلاق مرة أخرى مع جوانبه الضارة. أن القضية ليست مسؤولية قوات الأمن وحدها، بل هي أساسا مسؤولية كل مواطن وجميع المؤسسات العامة والخاصة، وعليه يتوجب منحها الاهتمام الجاد وتطبيق كل قوانين المكافحة الصارمة. لجنة مهام وزارة الصحة 4 يناير 2022. نظم الإريتريون المقيمون في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها حفل تأبين للشهيد المناضل رمضان محمد نور. وأعرب المواطنون عن بالغ حزنهم لاستشهاد المناضل القائد رمضان محمد نور، مجددين العهد لتنفيذ أمانة الشهداء بالعمل المضاعف. وقالوا إن استشهاد مثل هذا القائد الكبير خسارة للوطن والشعب، ولأن القائد المثالي الشهيد المناضل رمضان محمد نور قد خدم وطنه وشعبه بتفان وحكمة، فأنه من الواجب الوطني إحياء ذكراه ونقل دوره وتاريخه للأجيال. حضر مراسم التأبين الدبلوماسيين وأحباء وأصدقاء إريتريا وممثلي الاتحادات والمنظمات السودانية. استشهد المناضل رمضان محمد نور يوم 29 من ديسمبر المنصرم في الخرطوم السودانية، ووري جثمانه ثرى يوم 2 يناير الحالي في مقبرة الشهداء في أسمرة.
حقق مشروع تربية أبقار الألبان الذي بدأ ب14 مزارع بتوزيع الأبقار بالقرض عام 2015 في مديرية نقفة حقق نتائج مرضية، ووصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 50 مزارعاً عن طريق نقل مواليدها العجول إلى المزارعين الآخرين لاستيفاء شرط دفع القرض، وذلك من 6 إلى 10 عملية انتقال للعجول. وأوضح المزارعون بأن عملية تربية الأبقار التي بدأوها ببقرتين وصلت إلى 10 أبقار أكثر من دفع الدين المستحق، وحسنوا حياتهم المعيشية بتنمية العلف الزراعي. وقال خبير تربية الحيوانات في مديرية نقفة السيد حدراي فرزقي أن الإرشادات المهنية المقدمة للمزارعين في التربية والتغذية والنظافة وزراعة العلف حققت نتائج مرضية لتطوير المشروع. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. في بيان مشترك نادر تعهدت 5 قوى نووية عالمية بمنع انتشار الأسلحة الذرية وتجنب صراع نووي بينها، وأتى البيان قبل مراجعة مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت لاحق من العام الحالي. وقالت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيانها أنها تعتقد أنه يجب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة. وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي بدأ العمل بموجبها في العام 1970 بعدما كانت مقررة في 4 يناير إلى وقت لاحق خلال السنة بسبب جائحة كوفيد-19. وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت بتوتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى الخمس إنها تعتبر تجنب الحرب بين دول تمتلك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية ومسؤوليتنا الأولى. تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام للواء قاسم سليماني ما لم يحاكم مسؤولون أمريكيون عن اغتياله، أبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك خلال إحياء الجمهورية الإسلامية ذكرى مقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أمريكية في العراق قبل 2 سنين. وقال رئيسي يتعين على خلفية هذه الجريمة المروعة إنزال العقوبة وحكم القصاص العادل على القاتل والمجرم الرئيسي أي رئيس الجمهورية الأمريكي، في حينه في إشارة إلى ترامب، وكان يتحدث أمام حشد من المشاركين في المناسبة في مصلى طهران الكبير. ورفع آلاف الإيرانيين المشاركين أعلام الجمهورية الإسلامية وصور سليماني وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء. كما حضر إحياء الذكرى مسؤولون سياسيون وعسكريون إيرانيون وممثلون لفصائل إقليمية مقربة من طهران مثل حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية. وقضى القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران بضربة من طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020. ضرب زلزالا قوي قبالة سواحل شرق تايوان وفق ما أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية، فيما شعر سكان العاصمة تايبيه بالهزة لكن من دون أن ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار. وأفاد مكتب الأرصاد أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات وضرب على عمق منخفض بلغ 19 كيلومتر. وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات، وحدد مركزه في البحر على بعد 56 كيلومترا شرق مدينة هوالين الساحلية.
وذكر مكتب الأرصاد أن أي تقارير لم ترد عن وقوع أضرار. وبينما تؤدي الزلزال بهذه القوة إلى سقوط الضحايا، إلى أن الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على مركز الزلزال وعمقه. والخبر الأخير في هذه النشرة: بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية مع تساقط الثلوج، ما أدى إلى إغلاق المقار الفيدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية. غطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض، ويتوقع أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سنتيمتر من الثلوج على العاصمة الأمريكية، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية، ما وضع المدينة وولاية فيرجينيا المجاورة تحت إنذار عاصفة شتوية. قد تؤدي العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى انقطاع في التيار الكهربائي وعواصف ثلجية وفيضانات محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية. كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إطلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد وتعليق توزيع الفحوص السريعة. وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا في برنامج الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كوفيد بسبب المتحورة أوميكرون. ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. وزير خارجية الصين يزور البلاد. مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 18. إصابة 65 مواطن بفيروس كورونا اليوم. القوى الخمسة الكبرى في مجلس الأمن تتعهد بمنع انتشار الأسلحة الذرية. الرئيس الإيراني يتعهد بالانتقام لسليماني ما لم يحاكم ترامب عن اغتياله. زلزال قوي قبالة ساحل تايوان الشرقي. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. أنسى اللعبة.